صباح الفل، احنا لسه الصبح. تعالى بقى خد نفس عميق كده معايا وتخيل معايا كده وما تستعجلش. تخيل نفسك بعد 5 سنين هتكون فين بالظبط وهتعمل ايه. تخيل نفسك كده بنفس شكلك بنفس ملامحك، كل حاجة بعد 5 سنين. حتى الديوك لسه ورايا بتأذن عشان احنا بعد الفجر والكلام ده. بس هنفترض ان انت في حياة تانية خالص، شايف نفسك ازاي؟ شايف نفسك أقوى ولا حياتك أكتر هدوء ولا استقرار، ولا شخص ناجح وأيا كان مجالك، ولا شايف نفسك عايش نفس الأزمات نفس التردد نفس الأعذار اللي بتتكرر؟ عايز أعرف أنت تكون شايف نفسك فين. بص، كل ده صدقني مش اللي بيحدده الظروف ولا الحظ. احنا دايما بنربط التغيير الكبير بلحظة بطولية أو قرار مصيري، حاجة حصلت وهمية فجأة غيرت الدنيا كلها، نقلت الشخص من مكان لمكان. بس الحقيقة الموضوع مش كده خالص. أغلب التحولات اللي حصلت في حياة ناس بدأت بحاجات صغيرة جدا كانت بتبان ليهم تافهة، بس بتتكرر باستمرار، ومع التكرار بتشكل شخصية الشخص ده من أول وجديد، وبتشكل حياته كمان وعقليته. عايز تفهم الوضع ده علميا، جامعة ستانفورد عملت دراسة بتقول إن التغيير الحقيقي في الهوية مش بيجي من التحفيز المؤقت والوهمي، ولا المحاضرات والشعارات اللي بيكون عامل زي الحلم وفجأة ينتهي، حاجات مؤقتة، لكن بيجي من السلوك المتكرر البسيط اليومي. يعني إيه بقى الموضوع اللي أنا بقوله ده؟ يعني كل مرة تعمل فيها حاجة بسيطة لنفسك، كل مرة تقوم من على السرير وانت مش عايز، كل مرة تروح الجيم وانت مش متحمس، كل مرة تشتغل وانت مش فايق اصلا ولا قادر. كل مرة بتعمل فيها حاجة زي دي عقلك بيتمرمج من تاني وبيصدق انك قوي وانك ملتزم، وانك من الناس اللي مش بتستسلموا بسهولة. وده على فكرة من صميم دينك، ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الحقيقي بيبدأ منك من جواك. فاهمني ولا لسه يا صديقي مش فاهمني؟ اسمعني كويس، انا مش بكلم جمهور عام، انا بكلمك انت. انت اللي جواك احساس دايم انك تقدر تعمل اكتر. انت اللي عارف ان في جواك شيء كبير مستني يخرج من النور، بس يمكن تايه وسط الزحمة، مشتت بين الرغبة والتردد والخوف كمان. أنا عارف الإحساس ده لأني مريت بيه أساسا، عشته لفترات من حياتي وأحيانا بعيشه. إحساس مرعب، يعني تصحى من النوم تحس إنك متأخر عن كل حاجة وإنك ما عملتش أي حاجة، تحس إن الوقت ضاع وإن مفيش أمل أساسا. بس تعالى أقول لك على معلومة علمية ودينية في نفس الوقت. أول ساعة بعد ما تصحى من النوم عقلك بيكون في حالة اسمها المرونة العصبية، يعني بيكون قابل للتغيير وقابل لاستقبال أي معلومات بسهولة. يعني كأن دماغك عبارة عن أسمنت لسه طري، أو حاجة كده طرية تقدر تشكلها زي ما أنت تحب، صلصال. أي حاجة تدخلها فيه بتتشكل وتثبت. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ يوم بالذكر والوضوء والصلاة، وده ليه؟ علشان أول لحظة من يومك بتحدد باقي اليوم، وأول ساعة من يومك هي أغلى ساعة على فكرة، هي اللي بتحدد كل شيء. خليني أقول لك على روتين بسيط بس ممكن يغير حياتك. ممكن تسميه روتين الساعة الغالية. اشرب ميه اول ما تقوم من النوم، لان جسمك وعقلك بيكونوا بيعانوا من الجفاف وانت نايم بقى وسايب الميه وما بتشربش والكلام ده كله، فاشرب ميه علشان كده تنشط نفسك. حرك جسمك حتى لو تمارين بسيطه. جامعه هارفارد اثبتت ان الدوبامين هرمون السعاده بيزيد بنسبه 200% بعد الحركه البسيطه. اكتب كمان هدف واحد بس، حاجه بسيطه، هدف واحد مش 10. العقل مش بيشتغل بكفاءه لما بتشتته. اتعلم حاجه جديده، 5 صفحات من كتاب، معلومه مفيده، حاجه حتى لو بسيطه كده تاخدها حتى لو باسلوب كوميدي، هتغير معاك كتير. احمي الساعة دي بقدر المستطاع، مفيش موبايل، مفيش إشعارات، مفيش تشتت، كأنك في غرفة عمليات وأنت الجراح حرفيا بتجدد نفسك. عملوا تجربة على مجموعتين، المجموعة اللي خصصت 45 دقيقة الصبح للأنشطة مركزة في التأمل والقراءة ملهاش علاقة بأي شيء وبتجدد من نفسها بس 45 دقيقة، زاد عندهم الرضا النفسي بنسبة 37%. ليه؟ علشان التكرار الصغير ده كان بيقول لعقلهم كل يوم إن أنت شخص ليك قيمة ومتحكم وبتحاول تجاهد الظروف. وخلينا أقول من منظور ديني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ربنا ما بيبصش لحجم العمل قد ما بيبص لاستمراره. والأهم من كده، ال5 سنين الجايين هيعدوا سواء أنت اتغيرت أو لأ، بس الفرق الوحيد هو هيكون أنت صانع مستقبلك ولا متفرج على غيرك وهو بيحقق وبيصنع مستقبل. القرار عندك وبيبدأ بلحظة صغيرة وفكرة بسيطة بتجيلك، بس اللحظة دي ممكن تغير مصيرك كله. لو الكلام ده لمس فيك حاجة وعايز تكمل رحلة معانا، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان اللي جاي أقوى بإذن الله بكتير. سلام.